مساء الخير عليكم. اليوم أنا بسأل سؤال، أي واحد يفكر يسوي مطبخ، شنو الأشياء المهمة في اختيار المطبخ؟ أول شيء لازم يكون المطبخ جميل جدا، تصميم عصري، أحبذ أنه يكون ديزاينات إيطالية. الحاجة الثانية يبحث عن الجودة، شيء مهم. الشيء الثالث يبحث عن السعر. الشيء الرابع والأهم واللي الكثير ورطان فيه، المصداقية. اليوم أنا جاي أعلن وبنفس الوقت جاي أوقع عقد المطبخ حق بيتي. فاليوم أنا اخترت فيرونا، مدينة الحب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نمضي عقد المطبخ مع فيرونا. كم اليوم تاريخ شباب؟ 31 31. وصلنا للمخلص. توكلنا على الله، وإن شاء الله راح أصور لكم المطبخ، المراحل، وبإذن الله تعالى لما يركب راح أصور لكم المطبخ بالشكل النهائي. السريع هذا المطبخ تصميم، ممكن نعمل تعديلات على بعض الألوان. الله يعطيكم العافية شباب. هذه عندي غرفة الغسيل، أيضا عملنا التصميم عندهم. وهذه اليونت تي في، هذا الدرج وهذا تحت الدرج هم شغلهم. وعندي في الصالة أنا دولاب كامل، فأيضا راح يكون شغلهم، وبنعدل على بعض الألوان. ناخذكم في جولة في فيرونا. طبعا فيرونا هذه مدينة الحب بإيطاليا، كل الديزاينات اللي نشوفها حق المطابخ كلها ديزاينات إيطالية، وجميع أعمالهم كلها بالخشب. أنا عندي المطبخ اللي راح يكون مفتوح على الصالة اخترت مقارب جدا إلى هذا التصميم، فأتكلم لكم الآن عن تفاصيله من قرب. أعمل لكم زوم عشان أتكلم لكم عن فكرة الدولاب هذا. طبعا في الوسط هنا بنحط التحف ونفتح، شايفين كيف؟ طبعا هنا حاطين لك فرن. أنا هالجهة هذه راح أستبدلها بالثلاجة، ثلاجة بلت إن. والجهة الثانية هذه راح نستبدلها، راح يكون في دولاب وبقلبه أرفف تخزين. أرفف تخزين، وممكن نحط هنا الكافي ميكرز. راح يكون بالجهة الثانية في عندك الأوبن بوكس، الكوفي ميكر موجود بقلبه. إيش رأيكم يا جماعة في التصميم؟ بالنص حيكون البارتيشن والإكسسوارات. يا سلام، مع الإضاءات طبعا. مع الإضاءات. تحفة فنية يا جماعة. الباب هذا راح يفتح عندي بالعكس، صح؟ تمام. يا سلام، شايفين يا جماعة كيف؟ يطلع الإكسسوار. هنا الإكسسوار تحطوا هنا المعلبات حقكم بطريقة جميلة جدا. شوفوا كيف يطلع معاكم. قفلة استادي، شوف كيف، خلينا نقفله. ايش رايكم يا جماعة بالأفكار؟ عرفتوا يا جماعة ليش أنا اخترت فيرونا؟ الأخير هذا هنا في عندنا الإكسسوار، اسحبه استادي. بس أنا في التصميم حقي ما في الإكسسوار، راح تكون الثلاجة هنا البلت إن. أيوة بالضبط. وبالداخل هنا افتح لي الثاني هذا، هنا عفوا هنا راح يكون الكافي ميكر حقي والأرفف. هذا نموذج ثاني إلى المطابخ. افتح لي إياه من الداخل، شوفوا كيف لما نفتحه بيعطينا تصميم آخر. ايش رايكم يا جماعة؟ ايش رايكم في الفخامة؟ شوفوا كيف التفاصيل الجميلة، شوفوا كيف الجزيرة، الإضاءات اللي موجودة، الرخام المستخدم. وشوفوا يا جماعة كيف الفينيشينج حق الشغل حقهم. شوفوا كيف هنا الزاوية 45. طبعا كل الأعمال الخشبية اللي تشوفونها هذه فوق، هذه كلها شغلهم. حتى الأسقف هذه، شفت الديزاين هذا كله شغلهم. المكان يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، تصاميم إيطالية تحكي. هذا أيضا نموذج آخر إلى عملهم. إيش رأيكم؟ الصور تتحدث. شوفوا كيف التفاصيل الجميلة من قرب. مستخدمين هنا الخشب بالأعلى بالإضافة إلى الزجاج. شوفوا كيف المزج بين الخشب والزجاج والإضاءات يا جماعة. هنا تشوف الإبداع. طبعا هذا المطبخ مطبخ ذكي. يا سلام، شوفوا يا جماعة كيف باللمس يا حبيبي. يا سلام، عندهم كمية إكسسوارات وكمية من الأشياء الذكية اللي كذا. شوفوا كيف اسحب لي السحاب هذا. يا سلام، شوفوا كيف هذه المنطقة اللي بالزاوية. شوفوا كيف استغلال المساحات وسهولة التخزين. اسحب لي الاكسسوارات، ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم في الابداع؟ فيرونا غير يا جماعة، مختلف. هذه من الديكورات الخشبية اللي عاملينها، عبارة عن قطع جميلة بأشكال هندسية وخلفيتها إضاءة. طبعا الكاميرا تظلم المنتج دائما. أنا أقول تعالوا فيرونا وشوفوا التفاصيل الجميلة والفينيشنج حقهم.
شوفوا كيف الزوايا ال45. شوفوا جمال هالمطبخ كده مكشوف زجاجي بإضاءات جميلة. شوفوا كيف الجزيرة، الله من جد يا جماعة فيرونا حكاية. هذا المطبخ أيضا من أعمالهم، مو فقط يشتغلون مطابخ، يشتغلون أبواب خشبية وتكسيات. شايفين الديكور هذا عبارة عن باب مخفي، إبداع. شايفين تكسية الجدار هذه خلفها باب مخفي. افتح لي الباب، شوفوا يا جماعة كيف، يعني لو عندكم غرفة غسيل أو غرفة تطلعكم على المطبخ الخارجي، إيش رأيكم؟ إبداع مو؟ اليونت تي في أيضا أنا عامل عندهم يونت تي في. شوفوا كيف التفاصيل الجميلة. المكتب هذا أيضا كله من أعمالهم. التكسية اللي بالخلف وخلفها أبواب، هذا من شغلهم. وهذه الخزائن، شوفوا كيف جمال الخزائن المفتوحة بالإضاءات والزجاج وتفصيلة الأرفف. طبعا بإمكانكم إضافة إكسسوارات، عندهم خيارات كثيرة للإكسسوارات. شوفوا كيف هنا خزانة، وهنا طريقة الأرفف ممكن تحطون فيها تحف، ممكن تحطون فيها كتب، مرة جميل. هنا الخيارات حق الرخام، طبعا الرخام صناعي بالإضافة عندهم الكوارتز، طبعا أشكال متعددة. وهذه الأخشاب، طبعا الأخشاب المستخدمة إيطالية، خيارات الألوان ما شاء الله تبارك الله، والضمان عليها ضمان 10 سنوات. إن شاء الله استمتعتون معنا بالتغطية. معقول يا جماعة يعني أجي أضبط نفسي بخصم ما أضبطكم؟ خصم 30% على جميع الأعمال. طبعا هذا الخصم رمضاني، بالإضافة لمتابعين محمد ضامن راح يكون في 5% إضافي، يعني الخصم التوتال كم؟ 35%. وهذا موقع فيرونا أبدا ما يضيع، موجود بعنك. هذا شارع الخليج كذا، وانتم جايين من إشارة عنك، جايين من القطيف باتجاه سيهات. وهذا هو فيرونا على يدكم اليمين. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل حقهم، اعملوا لها إضافة.